We are now going to welcome His Excellency Dr. Barham Saleh to the stage and Mina Al-Oraibi. السلام عليكم. صباح الخير. روج باش. بخير به. Welcome and good morning. It is an absolute delight to welcome so many people to AUIS. I'm Mina Al-Oraibi, the editor-in-chief of The National newspaper, and I'm proudly a member of the board of trustees of this incredible institution. Mr. President, welcome, and thank you for giving me this opportunity. We struggled to decide what language to do this conversation in, and we've opted to go for Arabic. So I apologize to the non-Arabic speakers. Please make sure you have your translation devices. But as an Iraqi, having the privilege to engage my president, I had to do it in Arabic and Iraqi Arabic. So, Maslawi, بالمصلاوي. سيادة الرئيس. أولاً شكراً جزيلاً لكم. أحب أسألكم أولاً على موضوع اللي يشغل الكثير من العراقيين، طبعاً الوضع الأمني. قرأنا تقرير من وزارة الدفاع الأمريكية قبل فترة قصيرة تقول أن تنظيم داعش يعيد ترتيب صفوفه وممكن يعيد بعض الهجمات على العراق. فكيف تقييمكم اليوم للوضع الأمني؟ وهل معركة قادمة مع تنظيم داعش أو شبيه له؟ I'm really happy to see so many friends around, and thank you for joining us at the forum. I'm no longer the host of this forum. I'm hosted by the AUIS community and by Qubat, His Excellency the Deputy Prime Minister of the KRG, but really hope that you'll have a good time here. Ciao من بديدني تان خوش حالم تشريفتان هنا وهوادارم دیداری چی سرکوتو بڕێوە بچێوم دیدارە لە پاڵ دیدارەکانی ڕابردوو بە شێوازی دیدارەکانی ڕابردوو سەرکەوتوو بێت و دەرفەتێکی باش بێ بۆ ئاگابوون لە یەکتر. مينا شكرا جزيلا لهذه الفرصة وشكرا جزيلا لاهتمامك بما يجري على الساحة العراقية. وأريد أن أشيد كثير من الأحيان يتحدثون عن العراق وكأنها غير إلا ساحة صراعات ومشاكل. لدينا كفاءات رائعة في هذا البلد، في داخل هذا البلد وفي خارج هذا البلد. هذه السيدة الشابة تمكنت تبوء مواقع متميزة في الصحافة العربية والدولية. أتمنى لك كل الموفقية. فيما يتعلق بالوضع الأمني والتطورات الأمنية، النصر الذي تحقق ضد داعش هو نصر مهم ولا يمكن الاستخفاف بذلك، لكن هذا النصر نصر ميداني ونصر عسكري، فقد تم القضاء على الخلافة المزعومة وتم تحرير الساحة العراقية من تواجد داعش العسكري. هناك بعض البؤر لداعش لا تزال باقية على الساحة السورية، أيضا هذه في طور الانتهاء. يجب أن نقر بأهمية الانتصار العسكري الميداني، لكن في نفس الوقت يجب أن لا نستخف بحجم التحدي القائم أيضا، لأنه لم يتم استئصال خطر الإرهاب وخطر داعش استئصالا إلى هذه اللحظة. فهناك عناصر كثيرة لداعش لا تزال منتشرة بين الحدود العراق، بين الساحتين العراقية والسورية، متناثرين متشرذمين، وربما يكون لهم الفرصة لإعادة تنظيم صفوفهم. أضف إلى ذلك وبالذات في الساحة السورية هناك تنظيمات متطرفة أعدادها بالآلاف تمثل خطرا آنيا ومستقبليا. القضاء على الإرهاب لن يتم فقط بالوسائل العسكرية، وإنما يتم أولا استمرار الجهد الاستخباراتي والأمني، فهذه ستكون عملية طويلة. يتطلب أيضا
ترتيب الأوضاع السياسية وبالذات في المناطق التي تحررت من سيطرة داعش وتمكين أهلنا في تلك المناطق من العودة إلى بيوتهم، إعادة الإعمار، قضية فرص العمل، وقضية أيضا العمل الإقليمي والدولي. داعش لم يأتي من فراغ، وإنما أتى من خلال الكثير من الشقوق الموجودة في الوضع الدولي والإقليمي، وهناك أيادي تلاعبت بهذه الآفة في النهاية أدت إلى كوارث على المنطقة. العراق تصدر المشهد، العراق تصدر عملية القضاء على داعش، وضحى العراقيون بالغالي والنفيس من أجل ذلك، من القوات العراقية، من الجيش، من الشرطة، من البيشمركة، من الحشد الشعبي، قاموا بعمل مهم لا يمكن الاستخفاف به. نستذكر ما كنا عليه قبل 4 أو 5 سنوات. الدكتور حيدر العبادي موجود ربما في جلسته سيتحدث لنا عن تلك التجربة المريرة التي مرينا بها. في هذا السياق هذا النصر أيضا تحقق بدعم أصدقائنا وحلفائنا في التحالف الدولي. هذا الجهد كان مشكورا ومهما في تحقيق هذا النصر، لكنني أعود أن أقول المهمة لم تنجز بعد. الخطر الإرهابي لا يزال ماثلا، يتطلب منا اليقظة، يتطلب منا استمرار الجهد الاستخباري والأمني، وأيضا إعادة ترتيب أوضاع المنطقة وعودة النازحين وإعمار مناطقنا. إذا نتحدث عن الوضع الداخلي، مثل ما تفضلتم هناك عناصر أدت إلى ظهور داعش أو تنظيمات إرهابية مختلفة، ومع الأسف بعض هذه العناصر لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب. مر عام منذ مؤتمر الكويت المهم الذي خصص 30 مليار دولار لمساعدة إعادة إعمار العراق، ولكن نرى حتى الآن في مناطق منكوبة، صدقا منكوبة، إذا كان في الموصل، إذا كان في الأنبار أو غيرها من مناطق صلاح الدين وغيرها، وطبعا هناك فئات مجموعات من المجتمع العراقي عانى الكثير بسبب داعش. فالسؤال أين الإعمار الذي يتطلع إليه الكثير من العراقيين، وأيضا أين الترتيبات السياسية المطلوبة لاستقرار البلاد؟ لأهل الموصل ولأهل الكثير من هذه المناطق التي تحررت من سيطرة داعش، لهم أن ينتقدوا الأداء الحكومي وينتقدوا أداء القيادات السياسية فيما يتعلق بقضية الإعمار. فهذه المناطق يعني المناظر فيها مروعة، حياة الناس فيها بائسة، والمعاناة الإنسانية معاناة خطيرة يعني حقيقة. لكن أيضا كي نكون واقعيين، العراق يمر بظروف صعبة وعصيبة. ما مر به العراق ليس فقط على مر ال4 سنوات الماضية أو ال5 سنوات الماضية فيما يتعلق بقضية محاربة داعش، لكن ما قبل ذلك من استباحة الإرهاب والحروب والحصار وإلى غير ذلك من مشاكل. أضف إلى ذلك التعقيدات السياسية في الوضع العراقي، عوامل معرقلة. لكنني وهناك عدد كبير من إخواننا من مجلس الوزراء العراقي والقيادات السياسية وأعضاء البرلمان، أنا أريد أن أؤكد بأن الحكومة وتحديدا الأخ رئيس الوزراء مصرين على أن يكون هذه أولوية أساسية، وإن شاء الله مع بداية الفصل التشريعي الجديد للحكومة واستكمال تشكيل الكابينة الحكومية الذي نتوقع حسب كل المؤشرات السياسية أن تنتهي قريبا خلال يعني هذه الأيام القليلة، وربما أسبوع أسبوعين، هكذا المؤشرات من بغداد. بما في ذلك وزارة الدفاع. نعم، بما في ذلك وزارة الداخلية والدفاع، هكذا تؤكد المؤشرات، هكذا تؤكد المفاوضات الجارية. لكن كما تعرفين هذه هي السياسة العراقية. قديما كان لدينا نظام ديكتاتوري، القائد المفدى يقرر وينفذ رأسا. ارتضينا لأنفسنا منظومة برلمانية ديمقراطية فيها الكثير من الأخذ والعطاء. مع الأسف الشديد هذا لا يرتقي إلى ما هو مطلوب فيما يتعلق بضرورة التعاطي العاجل مع مشاكل الناس، مع معاناة الناس، وبالذات في هذه المناطق التي تعرضت إلى استباحة الإرهاب وأهلها لا يزال يعيشون في المخيمات وبيوتهم مدمرة. لكن
كل المؤشرات وكل التأكيدات من الحكومة وحتى المجتمع الدولي ضرورة المضي في هذا المجال بسرعة وبصورة عاجلة. كنتم من أكثر الناس الذين يتحدثون وما زلتم تتحدثون عن أهمية محاربة آفة الفساد، وآفة الفساد تضر بالكثير من المجالات في البلاد، فما هي الإجراءات الحالية القائمة لمواجهة آفة الفساد؟ الفساد في العراق وربما في كثير من دول المنطقة، لكن أتحدث عن العراق، هي مشكلة حقيقة، مشكلة كبيرة جدا. هناك من يشير وبموضوعية بأن الفساد تحول إلى ما يشبه الدولة العميقة والتي تعرقل عملية بناء الدولة ومؤسسات الدولة وعملية سيادة القانون والوئام الاجتماعي. الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف والذي يديم العنف، فإن لم نتمكن من الفساد لن نستطيع القضاء على دوامة العنف ودوامة الأزمة في العراق. كل الفرقاء السياسيين يؤكدون على هذا الموضوع، المرجعية العليا في النجف تؤكد على هذا الموضوع، المواطنين عندما تتحدث مع المواطن في أي بقعة من هذا البلد تتحدث له عن ما هي الأولويات المطلوبة: محاربة الفساد وتوفير الخدمات. ما قاله قبات فيما يتعلق بالحكم الرشيد، الحوكمة، هذه المتطلبات الأساسية. قضية الفساد لن تعالج بشعارات، تعالج بإجراءات مؤسساتية. الفصل التشريعي الجديد يبدأ يوم السبت القادم، يكون البداية باستضافة الأخ رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء ورئيس هيئة النزاهة وآخرين للحديث أساساً حول قضية آليات معالجة الفساد. إن لن نتمكن من الفساد يقيناً الفساد سيتمكن من هذه الدولة ومن مشروع بناء الدولة التي نريدها دولة خادمة لمواطنيها. أقر معك بأن هذه أولوية أولى، لن تكون سهلة، والاستجابة للطروحات الموجودة الآن لن تكون سريعة بما يتطلع إليه المواطنون، لكن أملي أن نعمل ما هو واجب علينا. تحدثنا كثيرا الآن عن التحديات التي تواجه العراق، ومع الأسف هي تحديات جسيمة، ولكن أحب أسألكم ما هي بوادر الأمل الذين تشوفوها في العراق اليوم؟ طبعا من يتعاطى الشأن السياسي في العراق ويريد أن يكون من مشروع جزءا من مشروع سياسي لا بد أن يكون متفائلا. أنا أقول كي نكون منصفين وموضوعيين في تقييمنا، قد نختلف عن بدايات تدهور الأوضاع في العراق، هناك من يرجعه إلى هذه السنة أو تلك، لكنني أستطيع أن أقول لن يكون هناك خلاف على أن العراق لم عاش 4 عقود من المشاكل، وعلى الأقل منذ 4 عقود، منذ سنة 79 80 من الحرب العراقية الإيرانية إلى حرب الكويت إلى الحصار إلى 2003 إلى استباحة الإرهاب. 4 عقود من الزمن هذا البلد لم يعرف أي شيء من الاستقرار، لم يتعرض بلد إلى ما تعرض له العراق. أنا أرى أن الآن وبعد الانتصار العسكري على داعش هناك ثقة متنامية عند العراقيين، عند المواطنين العراقيين، عند المجتمع العراقي بأن النجاح ضروري وممكن وإصرار على النجاح. هناك تغيير حقيقي أيضا في المفردات السياسية في العراق، أقولها بكل صراحة وقلتها قبل أيام في التلفزيون. المواطن في البصرة، المواطن الشيعي في البصرة ينتقد أداء الحكومة الشيعية أو الوزراء الشيعة أو إيش ما تسميهم بسبب غياب الخدمات وإلى غير ذلك. كذلك المواطن في الموصل أو الأنبار ينتقد القيادات السنية، المواطن في السليمانية ينتقد الحكومة الكردية لغياب الخدمات وإلى غير ذلك.
ذلك. أنا أريد أن أقول نعم، الانتماء القومي والطائفي موجود ويبقى موجودا، وهو جزء من تكوين الإنسان، الكل يعتز بانتمائه، لكن سياسة الانتماء والهوية لم تعد المفردة الوحيدة التي تتحكم بالسياسة العراقية وبالمواطن العراقي. فالمواطن في البصرة وفي السليمانية وفي بغداد والموصل يشتركون في التطلع إلى الحياة الحرة الكريمة، ويريدون حكومة رشيدة تكون مؤتمنة على الموارد العامة وتقوم بتقديم الخدمات لهم. هناك بتقديري إصرار من كل المكونات العراقية والمناطق العراقية على ضرورة الانتصار إلى مشروع عراقي يجمعنا في عراق دستوري ديمقراطي اتحادي تكون فيه موارد البلد مسخرة لتوفير فرص العمل لشبابنا. أنا برأيي هذا مؤشر مهم ولنا أن نستثمره. هناك تجاوز للاستقطاب الطائفي والقومي الذي رأيناه في الماضي. عشنا تلك الفترات. أنا أيضا مؤشر مهم على ما يجري، يعني أقوله أكرره في كثير من لقاءاتي. معرض الكتاب الدولي في بغداد قبل أسابيع، سرباخ وأنا ذهبنا إلى المعرض. أكثر من 650 دار نشر، 24 دولة، 2,000,000 زائر لمعرض الكتاب في بغداد. هذا بغداد الذي كان عنوانا للعنف والتفجيرات و أنا أقول يجب أن نضع المواضيع المسائل في سياقها الصحيح. هل أن الوضع العراقي جيد؟ يقينا ليس في المستوى المطلوب وغير جيد، والعراقيون يستحقون أفضل بكثير مما هم فيه، لكن المنحى بدأ العراق يخرج من هذا النفق، من هذه الدوامة التي تحكمت بأمورنا. أنا أقول ليس على مدى 15 سنة الماضية، بل على مدى 4 عقود من الزمن. وهناك الكثير من التفاؤل الذي يتلمسه في الكثير من المناطق العراقية، لكن أيضا كما قال قباد التوقعات عالية من المواطنين. فأداء الحكومة المتوقع منه أن يكون يتجاوز الاختناقات السياسية الحالية، لأن متطلبات المواطنين كثيرة. أقول لك التحدي وثم الفرصة. نفوس العراق اليوم 38 مليون نسمة، ويزداد 1,000,000 كل سنة، ونسبة 70% من العراقيين هم دون 30 من العمر. وهناك بطالة خطيرة، نسب عالية من البطالة بين الشباب. التحدي الأكبر أمام العراق هو توفير فرص العمل، لكن العراق بما يمتلكه من موارد طبيعية وموارد بشرية وموقع جغرافي مهم قادر على أن يحول هذا إلى استثمار كبير، لأن البلد مقبل على إن شاء الله تحولات اقتصادية كبيرة وخلق فرص عمل، وأن يكون العراق ورشة عمل في المستقبل القريب. لا أقول أن هذا سيتحقق بين ليلة وضحاها، لكنها فرصة قائمة أمامنا إذا أحسننا الأداء. أولا وأساسا إعادة ترتيب وتمتين الوحدة الداخلية في البلد على الأسس الدستورية. النقطة الثانية، نحن نعيش في هذه المنطقة، نحن نعيش في هذه البيئة. العراق محكوم بجغرافيته، محكوم إلى حد ما بما تعاملنا معه على مر تاريخنا. العراق هي الساحة التي يتم فيها رسم التوازنات الإقليمية على مر التاريخ. العراق عادة ساحة التنازع والتناحر بين القوى الإقليمية. هل من الممكن للعراق أن يتحول إلى ساحة توافق وتصالح بين دول المنطقة أم لا؟ أنا في تقديري نعم. هناك اختلافات كبيرة بين إيران وبين دول الخليج، بين تركيا وهذا وإلى غير ذلك، لكن بالرغم من تباين في وجهات النظر في هذه النقطة أو تلك، في هذه المفردة أو تلك، الكل يجب أن يشترك في ضرورة عدم
السماح بانهيار العراق. لا سمح الله انهيار العراق وانهيار لكل المنطقة وعودة للإرهاب. الكل يجب أن يتفق على درجة من النجاح لهذا الوضع العراقي كي لا يرجع الإرهاب الذي هو خطر ليس فقط على العراق بل على كل المنطقة. وأيضا الفرصة المتمثلة بإعادة إعمار العراق وأن يكون العراق جسرا لاقتصاديات المنطقة من خلال ربط البنى التحتية بين العراق والخليج وتركيا، بين إيران والمنطقة العربية والبحر المتوسط. العراق بموقعه ومحوريته يستطيع أن يضع ذلك أمام المنطقة، والمنطقة الآن بتوتراتها وبمشاكلها في تقديري بالرغم مما نسمعه من الإعلام الكثير من دول المنطقة تبحث عن فرص لتهدئة موقف وتهدئة النفوس وتخفيف التوتر. العراق هو البلد الوحيد إذا أحسن الأداء يستطيع أن يلعب ذلك الدور منطلقا من مصلحته الوطنية، لأنه كفى بنا أن نكون ساحة لصراع الآخرين، ندفع من مواردنا ومن أرواح مواطنينا، ولا نريد أن تستمر تلك الدوامة. نحترم جغرافيتنا، علاقاتنا مع جوارنا علاقات مهمة، علاقاتنا مع إيران علاقات مهمة سنبني عليها لمصلحتنا ومصلحة شعوب المنطقة ومصلحة الجانبين. العراق يرتكز إلى عمقه العربي والخليجي، وكانت هناك لقاءات مهمة مع دول عربية مختلفة، زيارة جلالة الملك عبد الله إلى بغداد قبل فترة، زيارتي إلى عمان قبل ذلك، الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها مع الكويت إن شاء الله نحن سائرون في ذلك المجال مع دول أخرى، مؤشر إلى ما يريده العراق أن يكون عنصر الترابط مع تركيا مع إيران مع الخليج. نعم، لا ندخل في سياسة المحاور، نؤكد على مصلحتنا، مصلحة البلد في إعادة إعماره، مصلحة البلد في أن يكون عنصر التوازن بين دول هذه المنطقة، وأن تكون مصلحة الاستقرار وعدم عودة الإرهاب مصلحة مشتركة للكل في المنطقة، والعراق قادر على أن يلعب هذا الدور. كان سؤالي هو أن الوضع الإقليمي يتأزم وأجبتم عليه، ولكن أحب أسألكم شوي بعض التفاصيل عن الوضع الإقليمي الذي لابد وأن يؤثر على العراق. هل تتوقعون أن سوريا تتجه إلى التهدئة، وهل هناك حل سياسي قريب في سوريا أم ما زالت معقدة؟ والله فيما يتعلق بسوريا لا تزال السجالات مستمرة، لكن ليس هناك خيار إلا الحل السياسي. لنكن صريحين، وأنا قلت ذلك بكل صراحة لكل الزعماء في المنطقة التي التقيتهم، ولن أذكر أسامي لكن الكل يتفق مع ذلك. أشد الدول عداء لسوريا في الإعلام والمواقف السياسية يتفقون أن الوضع في سوريا غير قابل للاستمرار، وما حدث في سوريا كانت كارثة كبيرة لا شك على السوريين أنفسهم لكن على المنطقة أيضا. صرفت وهدرت مليارات الدولارات في هذا الوضع العبثي، انتهينا إلى أسوأ بكثير مما بدأ به التنازع. في النهاية نؤكد من وجهة نظر العراق على ضرورة حل سياسي يستند إلى الإرادة الحرة للسوريين. نحن كدولة عراقية معنيين أمنيا وسياسيا بما يجري في سوريا، لدينا تواصل مباشر مع الحكومة السورية، وهناك تبادل في وجهات النظر طبعا أيضا مع جيراننا، مع تركيا، مع إيران، مع الدول العربية والجامعة العربية. هناك جهد حثيث فيما يتعلق بفتح نافذة لدفع عملية الحل السلمي في سوريا والحل السياسي في سوريا. الوضع في سوريا لا يتحمل التأخير. هذه الجريمة التي ألمت بالشعب السوري وبسوريا حقيقة لا يمكن الاستهانة به. 1,000,000 طفل سوري ولدوا في المخيمات، ناهيك عن الملايين الذين شردوا. أيضا أضف إلى ذلك هذه البيئة الحاضنة للإرهاب والتطرف الذي لم ينتهي بعد ولن ينتهي إلا بوجود حل سياسي مدعوم إقليميا مدعوم دوليا ويرتكز إلى السيادة إلى الإرادة الحرة للسوريين.
الكثير من الإعلام انتبه لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود قوات أمريكية في العراق الذي يحتاجه العراق، ولكن أيضاً لإبقاء عين على الجارة إيران، ورديتم على هذا التصريح. فأحب أسألكم يعني التوتر الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى القلق العربي من بعض التصرفات الإيرانية خلينا نقول، والعكس ذلك انعدام الثقة على الأقل وجرائم تحدث على الأرض أيضاً. كيف تردون على هذا وكيف نحمي العراق بأن لا يصبح هذه الساحة؟ فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية دولة صديقة وحليفة وساعدتنا في الحرب ضد الإرهاب، ونشكر تلك المساهمة ولا نتردد في التأكيد على ذلك الشكر. لكن العناصر الأمريكية الموجودة في العراق هي موجودة باتفاق مع الحكومة العراقية، تحديداً لتدريب وتمكين القوات العراقية وتقديم الاستشارة في الحرب ضد الإرهاب. ليس هناك قوات برية قتالية وليست هناك قواعد عسكرية أمريكية، والهدف المحدد لتواجد هؤلاء العناصر هو لمحاربة الإرهاب لا لغرض آخر. أي غرض خارج هذا الاتفاق غير مقبول من الحكومة العراقية وغير مقبول من قبل ما ننظر إليه كسيادة عراقية. كان لدينا حوارات مع الجانب الأمريكي تم التأكيد على هذه النقاط، وتصوري هناك تفهم جيد أن هذه هي السياسة وغير ذلك غير متفق عليه وغير متوافق مع ما ارتضيناه لأنفسنا وارتضاه الولايات المتحدة أيضا في التعامل مع ذلك. فيما يتعلق بالسجال أو الرؤية الأمريكية أو السياسة الأمريكية مع إيران وعكس ذلك والتوترات الإقليمية المتمثلة بالعلاقات الإيرانية وبعض دول الخليج وإلى غير ذلك، أنا يعني واقعي هذه موجودة، نتمنى أن لا تكون موجودة ونعمل على تخفيف التوتر كيفما أمكن، لكن يقينا لا نريد العراق أن يكون جزءا من هذه السجالات. الذين ساعدونا في الحرب ضد الإرهاب ومكنونا وساعدونا في التمكن من هذا الإرهاب الداعشي يجب أن يقدروا عاليا حجم الانتصار المتحقق. هذا الانتصار لا يزال قلقا غير مرسخ. تحميل العراق وزر سياسات أخرى غير ممكن وغير مقبول. نحن ننأى ببلدنا عن مثل هذه الاعتبارات، ونطلب من الكل مراعاة خصوصية وضع العراق وأولويات العراق. لنا أن نقول كما يقول الآخرين مصلحتنا أولا، مصلحتنا الوطنية أولا. لا نريد أن نكون قاعدة لأي عمل عدائي ضد أي من جيراننا. جربنا ذلك في الماضي ودفع بلدنا الثمن الباهظ ولا نريد أن نكرره. في النهاية عودة إلى هذا السؤال المهم، وأعود إلى 4 عقود من الزمن. قد يكون ما جرى على مدى هذه السنوات العجاف من دوامة العنف في المنطقة وليس فقط في العراق، أن المنظومة الأمنية والسياسية في المنطقة منهارة. انهارت المنظومة الإقليمية، وهذه الحراكات وهذه السجالات وهذه التنازعات جزء من تجليات انعدام هذه المنظومة المستقرة المطلوبة في المنطقة. العراق يدعو إلى التأسيس لمنظومة إقليمية جديدة مبني على أساس احترام السيادة، مبني على أساس خلق بنى تحتية للمصالح الاقتصادية بين دول هذه المنطقة. هذا ليس بعيد المنال حقيقة، كثير من الدول عملت ذلك. العراق مرة أخرى بموقعه الجغرافي بموارده حتى بتركيبته السكانية بمكوناته قادر على أن يكون عنصر محوري في لم شمل المنطقة. فالتعاون الاقتصادي العراقي
الخليجي، التعاون الاقتصادي العراقي الأردني، التعاون الاقتصادي العراقي الإيراني والتركي، وخلق شبكة مصالح مترابطة من بنى تحتية، سكك حديد، تصدير النفط، مناطق صناعية حرة مشتركة، تبادل تجاري، يؤدي إلى حالة جديدة من هذه العلاقات. المشترك بيننا كل هذه الدول تريد فرص عمل لشبابها العاطل، وهذا لن يتحقق إلا بالتركيز على ذلك. أنا قد أكون حالما، لكن في هذه الأوضاع الحلم ليس جريمة. الأوروبيين على مدى القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين تعرضوا إلى حروب كثيرة وكونية. في القرن العشرين كان لديهم حربين عالميتين. الشرق الأوسط لم يعرف حربين عالميتين بهذا المنظور، لكن بعد الحرب العالمية الثانية ومشروع مارشال وإلى غير ذلك، الأوروبيين ارتضوا لأنفسهم ترابط اقتصادي، صناعة الحديد والصلب وسكك الحديد وإلى غير ذلك. أوروبا اليوم حالة أخرى من الحالة التاريخية التي عرفناها. هذه المنطقة بتنوعاتها بسجالاتها ربما أسهل. قد تكون مفارقة. العراق الذي كان يتصدر مشهد التنازعات والعنف وإلى غير ذلك، عسى ولعل أن نقوم بهذا الدور المحوري لأنفسنا أولا، ثم للمنطقة بل وللعالم. أعود وأقول هذه الكلمات جميلة، لكن يتطلب حوكمة رشيدة، يتطلب معالجة الاختناقات الداخلية، يتطلب إعادة ترتيب الأوضاع الموجودة في البلد، يتطلب الالتزام بالدستور، يتطلب التجاوز وحل المشاكل التي ألمت بالدولة العراقية منذ سنين عديدة. وهذا جهد ليس فقط مرتبط ببغداد، وإنما مرتبط بكثير من الأطراف المعنية في هذا الموضوع. الكرد لهم خصوصيتهم ووضعهم وتاريخهم. كل كردي يعتز بنفسه وبانتمائه ويؤكد على حقوقه، كما أن العربي يعمل ذلك، كما أن أهل البصرة يدعون إلى ذلك. كل شيء في محله وفي سياقه. لكن أتصور وإن شاء الله لا أكون مغاليا، الكل نتعلم من تجاربنا السابقة الارتكاز إلى مشروع عراقي في بغداد ينهض بالبلد، يكون جامعا شاملا للكل، ويجعل من العراق هذا البلد المحوري على صعيد المنطقة. والله قد يكون حلما، لكنه إن توفرت الإرادة السياسية والمجتمعية قادر على تنفيذ. في هذا السياق أنا أريد أن أقر بملاحظة، وهذا تلمسته من خلال العديد من اللقاءات والزيارات. الحالة المجتمعية أكثر تطورا من الحالة السياسية. فأنا السياسي والقيادات السياسية المحترمة الأخرى يجب أن نعي بأن المجتمع يمضي، وتوقعاته وتطلعاته يخترق الجمود السياسي الأحيانا الذي يعرقل عملنا. لدينا دقيقتين وعلي أن أنهي الجلسة المثمرة، فسؤالين على السريع إذا تسمح لي. السؤال الأول، قبل أن ناديكم بدولة رئيس الوزراء كنا ناديكم برئيس الجامعة، وهذه الجامعة تعني الكثير لكم. فأحب أسألكم رسالة إلى الطلاب الذين سعوا واجتهدوا وجمعونا في هذا المنتدى، رسالة إلى الطلاب في الجامعة الأمريكية ولكن أيضا طلاب العراق. والله طبعا منذ تسنم موقع رئيس الجمهورية أنا استقلت من هيئة أمناء الجامعة. يجب أن أكون جاهزا وفي خدمة كل الجامعات. طبعا كنت دوما هكذا، لكن أردنا من هذه الجامعة في السليمانية أن تكون نموذجا ومثالا يحتذى به في الجامعات الأخرى، ويكون عنصر تحفيز لعملية الإصلاح المطلوبة في الجامعات. معالي وزير التعليم العالي موجود، الدكتور قصي سهيل، وكذلك الأخ يوسف غوران من حكومة الإقليم أيضا. هذه الجامعة حتما رئيس الجامعة بروس
يجعله في متناول أيديكم. هناك تجربة جيدة في هذه الجامعة، لكن الاهتمام بالجيل الجديد والاهتمام بالتعليم حقيقة استثمار في المستقبل. الكل يقر بمن فيهم الأخ الوزير السيد الوزير أن واقع الجامعات العراقية لا ترتقي على الإطلاق إلى ما هو مطلوب للتنافس في سوق العمل في هذا العصر. وهذا يعني المفارقة الأليمة. العراق كان يتصدر المشهد التعليمي والخدمات الصحية في الستينيات، والآن نحن في طور آخر. أمامنا جهد كبير. أنا كنت في باريس قبل أسبوع أو أسبوعين، وكان لنا لقاء مع اليونسكو. اليونسكو مصر على تقديم خدمات واستشارات إلى العراق، لكن في العراق كفاءات رائعة وراقية موجودة بالخارج وفي الداخل. إن شاء الله بجهود الخيرين نتمكن من ذلك. وكلمتي للطلاب في الجامعة وفي كل الجامعات العراقية: يجب أن نعمل معا من أجل استثمار الفرص الموجودة الحالية، وإن شاء الله مستقبلكم سيكون مختلفا على الأقل عن الماضي الذي عاشه الأجيال السابقة، على الأقل على مدى ال4 العقود الماضية. لسنوات طويلة كان البعض يثير فكرة تفكيك العراق، تقسيم العراق. جريدة أمريكية يوما ما وضعت غلاف يقول The End of Iraq، نهاية العراق، وكنا دائما نقول لا، العراق أكبر من ذلك ويستطيع أن يستمر. هل انتهينا من خطر إمكانية تقسيم هذا البلد؟ هذا واقعا هناك متطلبات تاريخية وجغرافية وسياسية يجعل على العراق باقيا، لكن بقاء العراق موحدا مرتبط أساسا بالتزام الكل بما هو مجمع عليه في الدستور، والتأكيد على الثوابت الوطنية، والتأكيد على أن الخصوصيات الكامنة في هذا المجتمع هو مصدر إثراء لبلدنا، لا عامل تفتيت ولا تقسيم. عندما أتى داعش أتى على الموصل أولا، مدينتك، لكن انتهى إلى استباحة الكل، كردا وعربا، يزيديين ومسيحيين ومسلمين، شيعة وسنة. تقديري الكل تعلم من تجارب الماضي. مصلحتنا مصلحة الكل في العراق، وأيضا مصلحة المنطقة في العراق الناجح الموحد الديمقراطي الذي يستطيع التعاطي مع هذه الاستحقاقات الكبيرة أمامنا. أنا متفائل بالمستقبل مع حجم التحديات الموجودة أمامنا. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك خاتون.